يا مساء الخير على كل متابعيني الكرام، وحشتوني جدا يا احلى متابعين في الدنيا. معاكم قناة موناليزا. لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان تتابعوا معايا كل جديد. النهاردة معاكم وفي مكان جديد ورحلة جديدة الأقصر وأسوان. رحنا أماكن كتير زي معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومقابر وادي الملوك ومعبد حتشبسوت ومعبد فيلة وطبعا السد العالي وكمان استاد أسوان وجزيرة النباتات. واخدنا احلى جولة بالحنطور واتمشينا في شوارع أسوان وكمان رحنا القرية النوبية. هتشوفوا معايا كل تفاصيل الرحلة، تابعوني. أول مكان معانا معبد حتشبسوت، يعرف بمعبد الدير البحري، وهو يقع على أسفل منحدر صخري بالقرب من الضفة الغربية للنيل. أتمنى من الجميع زيارة هذا المعبد الرائع والتمتع بكل المناظر والتماثيل الموجودة بداخله والاستمتاع بالنصوص اللي بتحكي عنها المناظر والنقوش على الجدران. تاني مكان معانا هو كورنيش الأقصر. ممشى الأقصر أو كورنيش النيل له سحر وبريق خاص يجذب من يشاهده للمرة الأولى، وهو يقع على جانب الشرقي معبد الأقصر والكرنك، وهو من أهم المزارات السياحية بالأقصر. تالت مكان معانا هو معبد الكرنك. يعتبر معبد الكرنك أهم وأكبر المعابد الفرعونية في مصر. يقع المعبد غرب مدينة الأقصر. يتكون معبد الكرنك من مجموعة من المعابد والتماثيل والأعمدة، وهو إحدى علامات الأقصر في مصر. المعبد محيط بسور ب8 بوابات. لم ينشئ الكرنك في عهد ملك واحد، بل شارك في بنائه معظم ملوك الدولة الحديثة. كمان موجود على الجدران نقوش ونصوص المصرية القديمة اللي زين الفراعنة بيها معظم ملوك الأسرة ال18 وال19. جدرانها بأخبار انتصاراتهم على أعدائهم. وحضرنا كمان حفلة وعروض الصوت والضوء الساحرة. كمان رابع مكان معانا هو معبد الأقصر. يقع معبد الأقصر على الضفة الشرقية للنيل بمدينة الأقصر، وهو تحفة معمارية للإله آمون. هو من أجمل الأماكن الأثرية والسياحية اللي زرناها في حياتنا. بالليل كمان مع الإضاءة البديعة يستحق الزيارة. بجد استمتعنا، وما زالت النقوش التي رسمت بها الجدران المعبد موجودة حتى الآن. استاد أسوان هو إحدى أهم ملاعب كرة القدم في محافظة أسوان. الملعب ملك وزارة الشباب والرياضة. كمان رحنا السد العالي، هو عبارة عن سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، يستخدم في توليد الكهرباء. السد العالي في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو أهم المشاريع الهندسية والمعمارية في القرن العشرين. ساعد السد كثير في التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل. كمان شفنا رمز الصداقة المصرية الروسية، أنشئ عام 1967. البناء يؤكد على عمق العلاقات المصرية الروسية منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر. يقع رمز الصداقة المصرية بالقرب من السد العالي في محافظة أسوان، ويجسد رمز الصداقة بمحافظة أسوان مدى التقارب المصري الروسي. وكان الهدف من إنشائه إبراز دور الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي وقوة العلاقة بين البلدين. وبعد استكمال السد العالي والانتهاء منه قرر تشييد رمز أطلق عليه رمز الصداقة المصرية. والسد القديم يولد 10% من قيمة السد ده. دلوقتي وادي آخر سكك حديد مصر، التنبك الطويل اللي في وشنا دي يطلع من اسكندرية آخر حاجة يوصل هنا اهو. آخر سكك حديد مصر في مينا
دي البواخر توصلنا على السودان. هنا حلو. لف 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 من لف من هنا. احنا لما هنا مفيش تحت، عادي من تحت. الاتوبيسات كلها فوق. طب خلاص. وكانت الرحلة ممتعة جدا، وانتظروا الجزء الثاني من الرحلة، واشوفكم في مكان جديد ورحلة جديدة مع موناليزا. هنا بنشوف الصالة المغطاة بتاعت الألعاب الرياضية، ألعاب الجيمنازيوم. أسوان يا جماعة فيها 2 من السدود. اللي بتتعلق على الباب الناس كلها لابسينها.